انا عارف، انا بقالي شهر كامل قاعد باجل الكورس، بس الكورس اخيرا نزل. الله اكبر. عندك في كل واحد قال لي ان الكورس هينزل بعد GTA 6. الحمد لله بجد. طب يا باشمهندس ازاي نشتري الكورس وهنلاقيه فين وكل الحوارات دي؟ بص يا معلم، هعرفك ازاي تشترك في الكورس بكل بساطه. وبالنسبه للمنصه هو نزل على منصتي. ماشي يا باشمهندس، مبروك. ايه اسم المنصه؟ لا هي اسمها منصتي. فبكل بساطه يا معلم هتلاقيني سايب لينك المنصه في اول تعليق، هتدخل عليه وتكريت اكونت من ابدا الان واعمل حساب بكل بساطه، او اختار جوجل وعطولي اكونت هيتعمل. فبعد ما تكريت الاكونت هتلاقي عندك صفحه اسمها الدورات، هتدخل عليها وهتلاقي كل الكورسات موجوده عندك. الكورس بتاع ال HTML وال CSS والجافا سكريبت، حتى الكورس بتاع رياكت او الفريم ورك موجود الحمد لله. فتقدر بكل بساطه تدخل على الكورس بتاع ال HTML وتنزل تحت وتدوس على سجل دلوقت وتشترك في الكورس في لحظتها وانت قاعد يا معلم. فبكل بساطه تقدر تشترك بالكارت اللي هو مثلا الفيزا او الماستر كارد او الميزه. طب يا باشمهندس انا ما عنديش فيزا، انا ازاي اشترك في الكورس؟ يا عم ما تقلقش، في برضك محافظ الكترونيه تقدر تشترك في الكورس من محفظه الكترونيه زي فودافون كاش او اورنج كاش او اتصالات كاش او اي حاجه كاش. فما تقلقش، كل طرق الدفع متوفره الحمد لله. طيب يا باشمهندس ما عنديش فيزا ولا محفظه الكترونيه، انا عامل ايه دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، عندك برضه فوري، ممكن تشترك في الكورس من خلال فوري، تعمل انشاء رقم لفوري وبس يا معلم، هيطلع رقم الفاتوره تقدر تدفعه من الابلكيشن بتاع فوري او اي محل. طب يا باشمهندس يا عم انت ليه بتصعبها عليا؟ يا عم ما تقلقش، لو انت عايش في كوكب المريخ وما عندكش اي وسائل دفع من دي اتواصل معايا وهتصرف ان شاء الله زي الفل يا معلم. فبعد ما تكتب بيانات البطاقه بتاعتك او المحفظه الالكترونيه هتدوس على ادفع الان وبس كده يا معلم، بكل بساطه اشتركت في الكورس. فهتلاقي الكورس دلوقتي في المكتبه بتاعتك وتقدر تبدا اول حصه بكل بساطه. صحيح بالمناسبه اول حصه في كل كورس بتبقى مجانيه، تقدر تشوفها مجانا وتفهم الكورس ده هيبقى عباره عن ايه. بعد كل حصه كده بيبقى فيه امتحان بسيط عشان تتاكد ان الحصه دي فهمتها الحمد لله. فتقدر بقى تبدا الاختبار وتقعد تجاوب على الاسئله. بعد ما تخلص الامتحان تعمل انهاء اختبار، وساعتها كده انت الحمد لله خلصت الحصه، تقدر بقى تخش الحصه اللي بعديها ونفس الحكايه بالظبط. طب يا باشمهندس انا عندي سؤال مهم جدا. يا عم اتفضل. هو انا لما اخلص الكورس هل باخد شهاده عليه او اي حاجه؟ ايوه متقلقش، بعد كل كورس بتخلصه في المنصه بتاخد عليه شهاده. طب يا باشمهندس انا ازاي اخد الشهاده دي؟ بكل بساطه عندك صفحه اسمها الشهاده تقدر تدخل عليها، بس طبعا ما ينفعش تاخد الشهاده دي دلوقتي، هتاخدها لما تخلص كل الامتحانات في الكورس وتخلص كل الحصص، فهتقدم عليها طلب والشهاده ان شاء الله هتوصل لك. طب يا باشمهندس انا عندي سؤال مهم جدا. اتفضل يا معلم. انا دلوقتي بعد ما احل الامتحان في سؤال ممكن مبقاش فاهمه، انا افهمه ازاي ولا اعمل ايه؟ يا عم ما تقلقش، عندك سيرفر ديسكورد تقدر تدخل عليه، واي حاجه مش فاهمها او عندك سؤال او في حاجه واقفه معاك ابعتها على السيرفر وان شاء الله هنرد عليك. فما تقلقش، انت النظام ده ان شاء الله هتخرج منه مفيش معلومه مش فاهمها. طب معلش انا عندي سؤال اخير. يا عم اتفضل. دلوقتي حضرتك قلت لنا ان احنا عشان نتعلم تطوير المواقع محتاجين نتعلم 4 لغات وكل لغه كورس لوحدها اللي هي HTML و CSS وجافا سكريبت واخر حاجه اللي هو الفريم ورك او رياكت يعني. طب يا باشمهندس انا كده عايز اشتري ال4 كورسات، انا كده هضطر اشتري كل كورس لوحده، انا عايز اشتري كل الكورسات مره واحده على بعض. يا عم ما تقلقش، لو دخلت على صفحه الكورسات ونزلت تحت هتلاقي عندك باقه بتجمع ال4 كورسات مع بعض، تقدر تشترك فيها وهتاخد عليها ديسكاونت محترم كهديه من المنصه. طب معلش جدا يا باشمهندس انا عندي سؤال اخير. هو دلوقتي لما اجي اشتري الكورس وانت حضرتك نزلت حلقات جديده في الكورس، الحلقات دي هبقى محتاج اشتريها ولا اعمل ايه؟ لا يا عم ما تقلقش، لما تيجي تشتري الكورس اي حلقه هتنزل بعدين هتاخدها مجانا. يعني مثلا انت اشتركت في كورس بتاع CSS، كورس CSS ده نزل له حلقات جديده، الحلقات الجديده دي هتاخدها مجانا ساعتها. صحيح لو انت من دولة تانية غير مصر فهتقدر بكل بساطة تيجي على الايكون دي وتغير الدولة بتاعتك. فعلى سبيل المثال لو اخترت الكويت وعملت حفظ ورجعت دلوقتي على الدورات، اسعار الدورات دلوقتي هتظهر بالعملة بتاعتك، فمتقلقش تقدر تشتري كورسات من اي مكان. فبس كده يا معلم، اخد دلوقتي على المنصة واعمل الاكونت واشترك في اي كورس انت عايزه، وهتلاقيني بقى مستنيك عشان تبدأ اول حصة.